كل الناس بتأذينا وعايشة مرتاحة واحنا اللي بنعاني بسبب أذاهم. دكتور نفساني طلع قال لك ناس مشوهة نفسيا بتأذي ناس مشوهين، بتأذي ناس بييجوا يتعالجوا عشان يرجعوا يتأذوا من المشوهين نفسيا تاني. ناس مشوهة نفسيا بتأذي ناس تانية وتشوههم نفسيا، ملهمش ذنب في حاجة وهما اللي بيروحوا يتعالجوا مكانها. اذي اللي اذاك عشان ترتاح، والصح بدل ما انت قاعد تعيط ان في حد بيأذيك ما تسمحلوش يأذيك عشان هو لاقيك مهزأ فبيأذيك، عشان انت شخصية مهزأة فبتتأذى يا مهزأ. في كاتب اسمه كارلوس بهجت بيعجبني قوي الصراحة، كتب كتاب انا ما صدقت جبته العنوان بتاعه شدني، اسمه المدخل لفهم سيكولوجية الانسان المهزأ. روحوا قروه عشان انا مش فاكرة هو كان كاتب فيه ايه بس هو كمان باهت بالعنوانه. انت بتتأذي ليه؟ عشان انت مهزأ مش عشان حاجة تانية. لا مش عشان انت طيب، في فرق بين انك تبقى طيب وبين انك تبقى مهزأ. تسمح لهم يأذوك ليه؟ تسمح لهم يضايقوك ليه؟ اهلك ما بيحبوكش تعاملهم ليه؟ صحابك بيكرهوك تصاحبهم ليه؟ زمايلك في المدرسة ومش طايقينك تقعد وسطهم ليه؟ المدرسة بتضطهدك تعملها ليه؟ مديرك في الشغل بيضايقك بتتعامل معاه ليه؟ ما تسيب له الشغل وتمشي. احنا عندنا عشق للإذلال وبنعشق اللي بيذلنا، طبع غريب، نعشق من نذل ونذل من نعشقه. نعشق اللي بيذلنا وبنذل اللي بيعشقنا، مرض كده مش مفهوم بصراحة. ايه لو دراعك رئيس الدولة، بقول لك انا بكلم جيش الدفاع الاسرائيلي دلوقتي، مش قلقانة من حاجة، مفيش اصعب من كده. ناقص الجيش الروسي، والجيش الروسي anyway موجود معانا على الانترنت، روسيا وامريكا. انا بعد موقف 2013 ما بقاش اي جيش في العالم بيهزني بصراحة. اذا ما شفتكش بجيوشك ودباباتك وطياراتك دي جيت تلحقني في 2013، فما تقوليش انك جيش عشان مش شايفاك جيش، والله مش شايفاك جيش ولا شايفاك اساسا ولا عايزه اشوفك. كل دول العالم دي على بعضها برؤسائها مش قادره تاخد رد فعل واحد في دوله بتتعرض لانتهاك ولا اذى. ما تقنعنيش ان فلسطين مش عارفه تحل مشكلتها مع اسرائيل، ده كذب اعلامي. دي قضيه وحابين يتاجروا بيها اعلاميا، هو الاعلام كده شغلته يتاجر بالبني ادمين وسمعتهم، قصه ويعمل حوار والضجه وخلاص. انت كده مش اعلام، انت دورك كاعلام انك تعالج المشكله مش تشهرها. يا فرحتي انت قلت الناس عندها مشكله، فين الحل؟ ده مش اعلام ايجابي، ده طلعت حد قلت ان عنده مشكله عشان تحلها له مش عشان تفضحه. الدول العربية من أكتر الدول المقرفة في حل كل المشاكل بلا استثناء. يعني كلهم لما بيتعاملوا مع الدول الأجنبية بيشوفوا قد إيه الدول الأجنبية متقدمة علميا وفكريا واقتصاديا وأدبيا وعلميا. كل الناس عايزة تعلم عيالها بره، وفي نفس الوقت الجيش بلدهم بيشتم في دول اللي بره. طب ازاي ما تديني عقلك؟ منين انت كمصر بتكرهي الغرب ومدخلانا النت في البلد؟ منين مش عاجبك اسرائيل واحنا قاعدين على الفيسبوك 100 مليون؟ منين زعلانه على سعد الدين الشاذلي وكل يوم تستضيفي ناس من دول العالم الأجنبي بيدعموا إسرائيل وبيغنوا في بلدنا عادي؟ منين بتكرهي الغرب وكلنا ماسكين موبايلاتهم وتكنولوجياتهم ومدخلين الكهرباء بتاعتهم وهم اللي اخترعوا لنا اللمض؟ كل مسمار في بيتنا
ليه علاقة بالغرب ومستورد من عندهم. والله مش عاجبك الغرب ولا الصهاينة، يعني مش عاجبك الصناعة، هتقعد في الشارع من غيرهم. وانت في مصر بتنتج ايه اساسا ولا بتصنع ايه؟ يا دوبك بتزرع الارض، يبقى هبات في الشارع، مش هيبقى لك بيت خرسانة ولا اسمنت. الهندسة كلها بالانجليزي. تلات ارباع اليوتيوبرز طلعوا على اليوتيوب والفيسبوك مصريين، وخدوا فلوسهم بالدولارات من الامريكان، ووقفوا مع اسرائيل. ما ينفعش. وقفوا ضد اسرائيل. ما ينفعش. شغال في شركة امريكاني وتقف ضد اسرائيل ازاي؟ ما ينفعش يا راجل، ده انت لحم كتفك من خيرهم. اول حاجة فكرت فيها لما اتشهرت، فكرت اتشهر على اليوتيوب. كل حرف وكل كلمة هيتقال وهيتشهر عليها، هيبقى لهم جمايل في رقبتي ان هم شهروني، ولو ادوني فلوس هبقى باكل منهم وباكل من خيرهم. اشتم فيهم ازاي؟ وخصوصا لو ما اذونيش، اذيهم ليه؟ على منصة الفيسبوك او على اليوتيوب بلغنا عن اسرائيلي في 2011. ثانية واحدة، 2500 جنيه على البرفانات؟ ايه الخصم الاوفر ده؟ 25% خصم، 2500 جنيه مرة واحدة؟ طب انا هجيب البرفان بكام عشان يبقى خصم 2500 جنيه؟ بس يا بريكفاست ما تهزريش يعني، بالله عليكي والنبي. طيب انتي كدولة لما تدعميني هقولك لا ليه مثلا؟ قولي لي انا عملت معاكي ايه وحش كدولة من 2013؟ انا وقفت جنب جيشك وامن دولتك، اهني سكت له ووقفت معاه، كان عندي سد موت عشانه، كنت موافقه ارتبط بيه، وهو عصبي وقليل الادب ولسانه طويل. داريت عليه، متكلمتش عنه، سكت واستحملت اهانته وقله ادبه، استحملت خناق، واستحملت اهانه من اهلي، واستحملت باتهامي في شرفي وانا ما عملتش حاجه، واستحملت تشويه سمعتي، واستحملت خوفي ان انا اتحرم من ورث ابويا واترمي في الشارع، واستحملت ان الناس تبعد عني من غير ما اعمل لها اي حاجه، والاسم اهلي وكانوا اكلين شاربين في بيتنا وقاعدين معانا ليل نهار. ليه مش عايزين نقعد مع خلود بدون اسباب منطقيه؟ اللي كانوا كل يومين كل اسبوع عندك في البيت بيخبطوا وصوتهم عالي وبيضحكوا ويهرجوا، فجأة ما بقوش موجودين من العيلة، انك ما عملت لهمش اي حاجة. السحبة دي صعبة، متعلقيش باهلك قوي، بتغير بنفس الشكل، بغلط وبروح اتعلق بحد تاني. وحشة لما تفكري انك تحاربي لو خسرتي العيلة كلها، دي مش حاجة سهلة. لو ماتوا ده بيبقى قضاء وقدر، لكن بيبقوا موجودين وبيأذوكي ده بيبقى حاجة تتعب. أمر لا يعنيكي إطلاقا الحرب. طالعة في الإعلام بتتكلمي مالكيش علاقة خالص بالسياسة، لا تقفي مع فلسطين ولا مع إسرائيل طالما ما انتش عارفة ايه الموضوع.
لما جنود اسرائيل ما يعجبهمش الكلام ويطلع الكلام بجد ويتهتوا ويهتكوا عرض الجيش، بلدك وقتها مش هينفعك. ده في خيال نادية الجندي في مهمة في تل أبيب راحوا جابوها من فرنسا، ده ما بيجراش. وجيش مصري ما يهموش ان عرض حد ينتهك، لا على ايد الصهاينة ولا على ايد العرب. ده كلام كذب كله. هو المفترض ان انت اتخلقتي على ارض مصر عربية، لازم تنتمي للعرب بالاجبار ويمثلوا ان انت منهم وان هم منك، وانك لازم تنتمي لهم وتبقي واحدة بينهم وانك مننا، وكلام كذب كده بسيط. قالوكي مالطو ويخلوكي فرجة العالم واعلى مفخرك الكبير. مفيش حاجة اسمها انتمي للمصريين وافضل عادي العالم كله عشان خاطر عيونهم. انت شفتي خير ايه منهم؟ وشفتي ايه شر من الدول التانية عشان تعزيها؟ ما تعرفيش. لو الاجانب وحشين وبينتهكوا الاعراض، طب ما في مصريين كده، ليه الاجانب بيتهزقوا ويتحاسبوا على ده في العالم والمصريين لا؟ ليه المصري بيخش السجن يقول انه يبقى هاتك اعراض ويتنك ويرفع مناخيره في السقف ويبلطج ويقل ادبه على البت واهلها ويقول لها اعلى مفخرك اركبيه انت واهلك، ويبقى واثق ان الشرطه والجيش هيقف جنبه ويحميه وهو مؤذي وابن وسخ؟ ولما اسرائيل تأذي تبقى ارهابيه ووحشه وبلطجيه ومحتله وعدوه. خلاص بسيطه، خيرك انا والصهاينه هم جنبنا. تعالى يا انكل افخاي، ده خلوهم واحد اسرائيلي يغتصبهم او خليهم يغتصبوا من واحد مصري، عرضهم للاتنين وخلينا نشوف انهي افضل بالنسبة لهم. الطبيعي ان هم هيرفضوا الاتنين، ولو رفضوا المصري او الاسرائيلي عشان بينتهك الاعراض يبقى لازم يرفضوا التاني لنفس السبب. خياره فقوس بقى، هو خيره فقوس. اسرائيلي بيهتك الاعراض نقتله، لكن المصري بيهتك الاعراض نبوسوه. شيء غريب قوي.